هلا والله، معاكم داي مقطع جديد. واليوم نعمل ردة فعل على توبة ماجكس، اكيد يعني بعد مقطع الاسطورة داي. لا عم بمزح. اوكي شباب، كلها مزح، لا حدا يشدها بالله. اول شيء الحمد لله انه تاب. ثاني شيء بعد توبة ماجكس اجتني تعليقات كثير خلتني اعمل هذا المقطع بالكامل حرفيا. اوكي التعليقات بالاضافة الى سبب ثاني بحكيه في هذا المقطع. بحكي اول شيء عن التعليقات وبعدها بندخل على ردة فعل لمقطع ماجكس. بس اكيد قبل ما نبدا مستحيل نبطل عادتنا، هاي اجمل التعليقات من اخر مقطع. والان حط لايك لو لسه ما حطيت لايك، واشترك في القناه وقت مشترك. خلونا نوصل 20,000 مشترك باسرع وقت ممكن. والان خلونا نبدا. طبعا بالمناسبة يا جماعة الخير، قبل ما ابدا، لو مالك مهتم باي سيرفر ديسكورد ومالك حابب تنضم، فيك تسكب لهي الدقيقة. رح تطلع لكم الدقيقة اللي رح ابدا فيها اتكلم عن الموضوع الرئيسي. طبعا اللي ما بيعرف، سويت سيرفر ديسكورد خاص بالقناة، ادخلوا عليه بتلاقوا فيه جميع المقاطع الجديدة اللي بتنزل، بتوصلكم تنبيه هناك. وغير هيك بندخل بنلعب العاب مع بعض، بندردش مع بعض، بنتابع مسلسلات، افلام، انمي، مباريات، اي شيء مع بعض على سيرفر ديسكورد. ولو انت شخص ما عندك حدا تلعب معه وحابب تلعب مع حدا، ادخل على رابط السيرفر ديسكورد، ان شاء الله بتلاقيني حتى انا شخصيا متواجد هناك، وبدخل وبلعب معاكم. والالعاب كثيره اللي موجوده واللي الشباب بيلعبوها بالديسكورد، منها العاب الشوتر جيم، فورتنايت، فالورانت، ومنها العاب ثانيه مثل ماينكرافت وامونجوز ولاير بارز وكثير العاب ثانيه. فيعني لو حابب تنبسط تدخل معنا نتسلى مع بعض، تلاقي رابط السيرفر الديسكورد تحت بالوصف. طيب اول شيء لازم احكي انه انا كنت ساحب على اليوتيوب، وكان عندي اسباب شخصيه، منها الجامعه ومنها الوظيفه او العمل او الشغل، ومنها اسباب اخرى صراحه ما بقدر احكيها على اليوتيوب، خلتني انا اسحب على اليوتيوب وما انزل اي مقطع. وخلال هاي الفتره انا ما كنت عرفان اي شيء عن اللي بصير، ولا كنت داريان على توبة ماجكس ولا حتى اي شيء. وللاسف في ناس ما قدرت هاي الظروف ولا حتى التمست اي عذر ودخلت لعندي. في ناس بدت تدعي علي، وفي ناس بدت تسبني، وفي ناس اجتني على الخاص على الانستغرام وسبتني، وفي ناس سوت حملة تبليغ على المقطع يا ساتر عشان ينحذف. انا يا جماعة الخير صدقوني اني اول ما شفت وسمعت انه ماجكس تاب رحت دخلت على القناة وحذفت المقطع من القناة. والناس اللي كانت مسوي حملة تبليغ انا متأكد انكم ما بتعرفوا العواقب من هذه الحملة، ولكن ممكن تضر القناة بشكل مو طبيعي. ممكن تبطل تقترح مقاطعي اللي راح انزلها في المستقبل للناس، ممكن يجيني كوبرايت سترايك مو بس ينحذف المقطع، وهذا الشيء بضر القناه بشكل مو طبيعي. واما بالناس اللي اجت ودعت علي وتهجمت علي وسبتني، يعني بصراحه ماني عارف شو بدي احكي لكم. يعني كل شخص عكس تربيته بالنهايه، يعني بينما في شخص تاب الى الله ورجع الى الله، بدل ما نكون فرحانين عم نكسب ذنوب. المهم هذا هو الكلام اللي كان بخاطري، واكيد شكرا لكل شخص يعني دخل عندي على القناه وكتب لي يا داي الرجال تاب احذف المقطع. شكرا لك لانه انت اجيت وكتبت لي بطريقه محترمه جدا، فحابب اشكركم انتم الناس اللطيفين والمحترمين اللي نبهوني وخلوني احذف المقطع، واللي انا اساسا بدون ما اي حدا ينبهني اول ما عرفت انه ماجكس تاب حذفت المقطع. اما الان بعد ما حكيت الكلام اللي بخاطري، خلونا نشوف مقطع ماجكس او مقطع توبه ماجكس. السلام عليكم ورحمة الله. ما تمنيت اني اقول هذه القصة كتبرير، كنت اتمنى اني بعد مضي وقت طويل اقولها كعبرة او كنصيحة، لكن للأسف صار اللي صار وها انا ذا. انا مدين بهذا التوضيح لمعارفي وايضا اي شخص احسن الظن. انا مدين لهم اني اطلع بشكل لائق وما اكون مطأطئ رأسي، لاني زي ما قلت هذه القصة كادت ان تكون عبرة مستقبلية، لكن بسبب فضيحة وتشهير من عدو حاقد وجب علي أن أظهر بها للدفاع عن نفسي وتطمين كل من قلق. أول شيء أنا ولله الحمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لا أحد معصوم، حتى الأنبياء والرسل أخطأوا، فعصيان آدم لأمر الله ثم ندمه ليس إلا عبرة أن أشرف الخلق قد يخطئون، وأن باب التوبة مفتوح، وأن الله غفور رحيم. الحمد لله انك تبت، وان الله غفور رحيم، والله اخبار بتفرحك وبتثلج الصدور حرفيا. اساسا كلياتنا اول ما شفنا المقطع اللي انتشر انصدمنا، بس الحمد لله انك رجعت وتبت هلا، وان الله غفور رحيم. وكلياتنا بنغلط، ما في اي حدا ما بيغلط حرفيا. المهم التوبه النصوحه، واسال الله ان يغفر لك ويغفر لنا جميعا ولجميع المسلمين. خلونا نكمل المقطع بالله. وتردد إبراهيم عليه السلام وطلبه من الله علامات ليطمئن قلبه، هذا ليس إلا دليل أن أذكى وأتقى الناس قد يدخلون في الشك. وأنا شخص تم ابتلاؤه في أغلى شيء للإنسان المسلم وهو الإيمان. طبعا في نقطة هون الصراحة أنا ما بعرف لو غفلت عنه أو إنه هو فاهم غلط أو ممكن قصده شيء تاني، أنا ماني عارف صراحة، بس لازم أصححها خصوصا إنها معلومة دينية وعشان الناس ما تفكر إنه هاي المعلومة صحيحة وبلش تنشرها أكثر. يعني هو يوم طلع وحكى إنه سيدنا إبراهيم شك أو إنه طلب علامات من الله، أي بمعنى إنه شك بالله عز وجل. أولا أنا حاب إني أوضح هاي النقطة، هو إنه النبي إبراهيم عليه السلام ما شك، هذا كلام باطل وكارثي حرفيا.
لأن نبي الله إبراهيم عليه السلام لم يشك إطلاقا في قدرة الله أو توحيده. والحديث اللي هو حطه بالمقطع قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم، هذا بالعكس هذا يظهر عظمة إيمان نبي الله إبراهيم عليه السلام، وما له إثبات على شك نبي الله إبراهيم عليه السلام، كما هو موضح بالآية طبعا الآية 260 من سورة البقرة. وبس والله يعني هذا النقطة اللي كنت حابب بس إني أوضحها بالمقطع اللي شفته صراحة غلط، وأما غير هيك فالله يثبته يا رب، والله يهدينا جميعا ويغفر لنا جميعا ويغفر لجميع المسلمين. وأكيد يعني هذا الخبر واحد من الأخبار اللي فرحتني صراحة في الفترة التعيسة اللي حاليا قاعد بمر فيها أنا والنادي الذي أشجعه اللي أصبح مانشستر يونايتد في ليلة وضحاها. وبس والله بعرف إنه المقطع كان قصير نوعا ما، بس حبيت اني ارد على التعليقات اللي جتني لانه حرفيا اتضايقت منها، وحبيت بنفس الوقت اني اسوي ردة فعل واصحح لهذا الشيء المعين اللي حكاه ماجكس في المقطع تبعه. وبس والله لو ما كنت مشترك فاشترك في القناة، خلونا نوصل 20,000 مشترك بأسرع وقت ممكن ما نلحق نوصلها قبل نهاية هاي السنة، ولكن اشترك انت ما لك خسران اي شيء، المحتوى القادم راح يكون اسطوري. وحط لايك خلونا نوصل 100 لايك، 150 لايك بكون شيء جبار منكم. وحط لايك لو للآن ما حطيت لايك. طبعا لا تنسى اكيد يعني لا تنسى رابط حساب بالانستغرام بتلاقيه تحت رابط الانستغرام في وصف الفيديو، واكيد كمان لا تنسى سيرفر الديسكورد، صدقني كوميونتي راح يعجبك، محترم ورهيب واسطوري مثل قناة داي. وبس والله كان معكم داي وبيس. مهما طال الزمان وأبعدتنا المسافات يبقى فينا الحنين خيطا يلف قلوبنا، ها قد آن الآوان لننون أحلى الأمنيات.